هيحصل ايه لو عملنا من القلقاس بطاطس محمره؟ هو فعلا القلقاس ينفع يتعمل على 10 سندوتشات؟ علشان كده قررت ان انا اعمل قلقاس محمر زي البطاطس المحمره. اول حاجه هنقطع القلقاس بالشكل ده، بعد كده هنحاول نقشر القلقاس على قد ما نقدر، وهنصلي على النبي ونقشر البطاطس. اعمل منشن لصاحبك اللي شبه البطاطسايه وصاحبك التاني اللي شبه القلقاسايه. هنقطع القلقاس صوابع بسكينه الشراشير دي، وده منظر القلقاس بعد ما اتقطع. زي ما عملنا في القلقاس نعمل البطاطس، وبكده نكون عملنا البطاطس. وجينا لكم بعد ما قطعنا القلقاس لصوابع زي ما انتم شايفين، بس كميه النشا اللي فيه بتقول ان هو هيقرمش اكتر من البطاطس. قطعنا كمان البطاطس نفس الصوابع. يلا بينا على طاسه الزيت ونشوف الفرق ما بينهم ايه. وبكده نكون خلصنا القلقاس والبطاطس. هديك 5 ثواني بس طلع الفرق ما بينهم. تعال نشوف الفرق ما بينهم هيكون عامل ازاي. جرب الاول البطاطس. تعال نخش في القلقاس مع اني قلقان منه بصراحه. ازاي القلقاس طلع شبه البطاطس جدا؟ انا مش مصدق، ده كاني باكل بطاطس بالظبط، يمكن طعمها احلى كمان من البطاطس. ازاي ينفع نعمل سندوتش قلقاس محمر؟ وبكده نكون عملنا سندوتش قلقاس محمر وسندوتش بطاطس محمره.